جرح تتساءل أدواه ودماء تحضن كيف نعرف أننا نكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى؟ رضا الله عز وجل منزلة عالية عظيمة جدا، وإنما يحصل رضا الله عز وجل بتحقيق توحيده وحسن اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في طاعته، بحيث يكون الإنسان سائرا على طريق المرضيين الذين رضي الله عنهم. والمرضيون الذين رضي الله عنهم رأسهم الأنبياء عليهم السلام، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقهم هو الذي قلناه: تحقيق التوحيد والحرص عليه وتعظيمه، تعظيم التوحيد ومحبة التوحيد ومحبة الموحدين والثناء على التوحيد وعلى أهله، وتحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يسيرون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على العمل الصالح والطاعات وعلى البعد عن المعاصي والمحرمات. فإذا فعل العبد هذا فإنه يكون ممن سار في طريق الرضا، ومن سار مخلصا يصل إن شاء الله عز وجل.